ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجات ما ينفعش تعمليها عشان بتضيعيش جمالك، سواء بقى ايديكي، وشك، شعرك، بشرتك. شوية حاجات المفروض ان احنا نتجنبها وازاي نحلها هنتكلم فيها كده في السريع. اول حاجة، لو احنا بنتكلم في العناية بالايدين، ممنوع ان انت تستخدمي او ما ينفعش ان انت تستخدمي كريمات بيكون فيها عطور او مواد تفتيح، لان الكريمات دي بيكون بتحتوي على مواد كيماوية بتعمل تحسين مؤقت في شكل البشرة، وبعد كده للأسف بشرة الإيدين بترجع تسمر تاني. والبنات اللي بتسوق بالذات هي اللي هتبقى عارفة اللي أنا بقوله ده، لأن إيديها بتتعرض للشمس وهي بتبقى نازلة الصبح حاطة الكريم بتاعها ده بيبقى فيه عطور. مجرد ما بتتعرض لأشعة الشمس على طول بشرة إيديها بتسمر. طيب ايه البديل للكلام ده؟ ان احنا نستخدم الكريمات الطبية، ويفضل انها تكون خالية من العطور. وطبعا هتقل عليكي واقولك لو انتي نازلة الصبح الشغل ونازلة في شمس او بتسوقي، رجاء حاولي تحطي يعني صن بلوك كده حبة صغننين، حتى لو هتجيبي نوع يكون شوية السعر بتاعه اقل وبس يكون SPF عالي 50، وتبداي تحطيه على بشرة ايدك فوق الكريم المرطب. طب ايه هي ممكن الكريمات المرطبة اللي ممكن تكون حلوة والسعر بتاعها يكون وسط وفي نفس الوقت تكون كريمات طبية؟ عندنا الكريمات اللي بتحتوي على اليوريا، واشهرها كريم باليا، وكريم باليا ده حلو جدا. وفي عندنا كمان سيرافي كريم مرهم، وفي عندنا انواع تانية كتير زي لاروش بوسي وكده، بس دول طبعا بيبقوا غاليين. دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي ما ينفعش نعملها لو انتي بشرتك فيها تصبغات او فيها هالات او فيها بقع داكنة، المفروض ان انتي ما تستخدميش كريمات يكون غرضها التفتيح فقط. يعني الكريم لازم يكون مرطب ومفتح. ليه؟ لان كريمات التفتيح هي عبارة عن كيماويات بتعمل لون مختلف، اللي هو لون التفتيح المختلف ده بشكل مؤقت، ونرجع زي الايدين بالظبط وترجع تاني تسمر. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انت تستخدمي مقشرات طبيعية او سكرابات عشان تشيلي الطبقة الغامقة من البشرة او الطبقة اللي موجود فيها التصبغ، وفي نفس الوقت تعوضي الطبقة اللي بعدها بكريم مرطب او مرطب ومفتح يكون طبي ويكون حلو. زي ايه مثلا؟ زي هقولك ممكن تستخدمي البيبانتين الازرق، فاكرين لما كنا بنتكلم عليه؟ حلو جدا، مرطب وفي نفس الوقت بيفتح البشرة، لان الترطيب ده بيظبط الخلايا بتاعة البشرة وبيديها نضارة بتنعكس على الشكل الخارجي. مع وجود المقشر اللي انت استخدمتيه واللي شال طبقة من الجلد، فبشرتك هتبدأ تتحسن بشكل ملحوظ. في كمان عندك كريم سيتافيل المرطب، وفي كمان عندنا افين اللي هو الكولد كريم. افين كولد كريم ده من اشهر الكريمات المرطبة اللي تعتبر طبية وحلوة وامنة على البشرة وما فيهاش نسبة عطور كتير. الحاجة الثالثة، لو انت عندك حب شباب، ما ينفعش تستخدمي الفرشة بتاعة التنظيف وانتي بتغسلي بشرتك، لان احتكاك الفرشة بالحبوب بيساعد على تهيجها، وكمان بيساعد على نقل العدوى او البكتيريا اللي موجودة في الحبوب دي من مكان لمكان، فانت كده بتزودي فرصة انتشار الحبوب في البشرة وانتي فاكرة ان انتي بتنظفي بشرتك. طيب ايه البديل؟ حاجة من الاتنين، يا اما مش هتستخدمي اصلا الفرشة وهتكتفي باستخدام المنظف كده بايديكي وهتعملي الفرك ده بايديكي، يا اما تستخدمي الفرشة في المكان البعيد عن الحبوب. يعني لو انت بس الخدود مثلا هي اللي فيها الحبوب، هتستخدمي هنا الفرشة وهتستخدمي هنا وهتستخدمي على منطقة المناخير، لكن مش هتيجي ناحية الحبوب. الحاجة الرابعة، الضوافر. ما ينفعش لو انت بتحبي تطولي ضوافرك ان انت تستخدم مقوي الضوافر تستخدميه على طول. لازم تدي فرصة لضوافرك ان هي تتنفس. مقوي الضوافر هو في النهاية عبارة عن مواد بتسبب مواد كيميائية بتسبب الجفاف والخشونة بتاعة الضافر، فانت بالتالي مش بتعالجي، انت بالتالي انت كده بتضريها. ولو انت بتستخدمي المانيكير، ممنوع ان هو يفضل اكتر من 5 ايام على ضوافرك، لان كده انت بتعملي منع لوصول الهواء لطبقة الضافر، فهتسببي خشونة الضافر، هتسببي بهتان الضافر. كمان هو بيعمل المواد الكيميائية اللي موجودة فيه بتسبب تلف الضافر، وده هيخلي اولا الضافر متشقق، لونه مصفر، ما بينموش بسرعة.
طيب نعمل ايه؟ المانيكير تستخدميه يعني لما تيجي تحطيه يومين وتشيليه او 3 ماكسيمم. ومقوي الاظافر هيستخدم مرتين بس في الاسبوع، يعني هتحددي يومين، السبت مثلا احط مقوي اظافر وكمان يوم الثلاث وشكرا على كده، ماشي. طيب ايه كمان؟ الشفايف. الشفايف لو انت من الناس اللي بتعمل السكرابات بتاعه الشفايف في البيت، ما ينفعش ابدا تستخدمي المقشر بتاع الشفايف كل يوم. المنطقه دي رقيقه جدا، كتر استخدام المقشرات وازاله الطبقه اللي انت فاكراها ميته، لان هي مش هتلحق تتكون كل يوم، هتسبب لك التهابات فيها، للاسف هتخلي المنطقه دي لونها غامق نتيجه الاحتكاك الكتير بتاع المقشر. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض تستخدمي المقشر مرة واحدة في الاسبوع بتاع الشفايف، كفاية قوي. ممنوع ان انت تستخدمي ملح في التقشير، مش اي حبوب، يعني مش اي حاجة محببة هقشر بيها، لا، الملح قوي جدا التأثير بتاعه، طبعا ملح تأثيره هيبقى وحش جدا على الشفايف وهيسبب الجفاف بتاعها واحتمال يسبب لها التهاب. الملح ممنوع خالص. طب هنستخدم ايه في التقشير؟ هتستخدمي سكراب السكر او سكراب القهوة، ممكن تخلطيهم بزيت زيتون، سواء سكر وزيت زيتون او قهوة وزيت زيتون، وتبدأي ان انت بالراحة هتحطي على الشفايف، بتعملي كده وتفركي، هيطلع الجلد الميت، هيديها نضارة، هيديها لون وردي، وده هتعمليه مرة واحدة في الاسبوع. اخر حاجة في قائمة ما ينفعش، الشعر. الشعر ما ينفعش ان انت تحطي عليه الزيت 4 و5 و6 ساعات خالص، ده انت كده مش بتغذيه، انت كده بتسدي المسام بتاعه الشعر وبتسببي في هلكها، وهتسببي في السقوط بتاع الشعر. لو انت كمان حاطه على فروه الراس، انت بتسدي البصيله وبتسدي الشعر ان هو يتنفس، فده هيسبب ان انت شعرك هيقع لسد البصيله، او ان الشعر مش هتستفيد من الزيت اكتر من ساعتين، ما بيستفيدش من الزيت، بيبقى يعني ايه اللي هو زي ما بيقولك ايه، ما تزوديش في الحاجه عشان ما تقلبش للعكس، انت كتمتي الشعريه خالص فهتبوظيها. طيب نعمل ايه لو هتيجي تعملي حمام زيت؟ كنا عملنا حلقه مفصله قبل كده عن حمام الزيت. حمام الزيت هتحطي الزيت من ساعه لساعتين وهتستخدمي عليهم البرو كاب، وكده يبقى شكرا، ويستحسن لو ساعه كمان هيبقى زي الفل. طيب ايه كمان عندنا؟ كمان الزيت ممنوع ان انت تسخنيه قبل ما تعملي حمام الزيت. ما تقوليش انا عايزه الزيت يبقى سخن عشان يخترق بصيلات الشعر او ان هو يخش المسام بتاعه الشعر، مفيش الكلام ده. ليه؟ الزيت لما بيسخن وبيتعرض لدرجة حرارة عالية بيبدأ يفقد المكونات اللي فيه وبيتأكسد، فيبقى القصة كلها ان انت حطيتي حاجة مزيتة على شعرك وشعرك مش هيستفيد اصلا بيها. طيب امال اعمل ايه؟ وخصوصا في الشتاء ده هنعمل للزيت حمام مية دافية. طيب نعمله ازاي؟ انت هتسخني المية في بولة منفصلة خالص، يعني هتسخني مثلا شوية، مثلا في براد، وهتحطيهم في طبق صغير، وهتجيبي بقى ازازة الزيت دي هتروحي حطها في طبق تاني فاضي، وتروحي مسقطة الطبق الفاضي جوه الطبق اللي فيه مية، فبالتالي الحرارة هتوصل بطريقة غير مباشرة، لان الطبق اللي اصلا فيه ازازة الزيت ده فاضي، هو اللي هيحصل ان فيه سخونية هتبقى محوطاه بس من كل ناحية. او لو انت مستعجله شويه الميه السخنين دول حطي ازازه الزيت فيهم وهي مقفوله، فيبدا تسخن الازاز او البلاستيك اللي هو يعني الخامه اللي بتاعه الازازه اللي محطوط فيها الزيت، فبالتالي الزيت بيدفى. كده احنا خلصنا القائمه بتاعه ما ينفعش علشان نتجنبها، واللي بيها انت كده هتحافظي على زي ما قلنا كده الايدين، الشعر، البشرة، الضوافر. فياريت نخلي في دماغنا كده واحنا بنعمل الروتين بتاعنا القائمة بتاعت ما ينفعش، عشان هتنفعنا كتير جدا. واشوفكم في حلقة تانية على خير.